بعد الفيديو ده مش هتاكلوا كبده وسجق من الشارع تاني. بس اول حاجه صلوا على النبي، واعملوا لي لايك، واشتركوا في القناه وما كنتوش مشتركين، وشيروا الفيديو لاصحابكم. ويلا بينا بقى على طريقه الكبده والسجق اللي احسن من بره. تمام. انا جبت كل حله لوحدها. في حله فيها بصل مربعات، وبصل طرنشات. تمام. الطرنشات ده للسجق، والمربعات ده للكبده. تمام. حطيت على البصل شويه ملح عشان يدبل. عامله طبعا كل حاجه منفرده لوحدها. جبت الكبده غسلتها وقطعتها، والبصله بس مجرد ما اصفرت رحت نازله بالكبده. تمام. هحط عليها التوابل بتاعتها. هحط 7 بهارات، وملح وفلفل وكمون، وهحط الشطه برضو اختياريه، عايزين تحطوا مش عايزين برضو براحتكم. وهقلبهم في بعض كده، وهسيبها ان هي تتشمع. اللي هي يعني ايه، اللي هو ما يبقى تبقى كلها بيضة. تمام. في الحلة التانية بقى برضو سبت البصلة تدبل. تمام، لغاية ما خدت لون كده واصفرت. انا برضو غاسلة السجق ومقطعاه، مقطعه الواحدة نصين. تمام. عايز تسيبيه زي ما هو، يعني الواحدة بوحدتها براحتك. بس وهنزله بقى على البصل بعد ما اصفر. انا حاطه على البصل ملح عشان يدبل بسرعة. هقلبه كده تقليبة سريعة. برضو هحط نفس التوابل اللي انا حطها على الكبده، هحطها على السجق. بس انا برضو بخلي بالي من موضوع الملح، لان انا حاطه على البصل. فانتي خلي بالك بقى لما تحطي على البصل وتحطي على السجق ما تكتريش. اول بس ما هنزل السجق كده، مش هسيبه يتشمع زي الكبده، هنزل عليه على طول بالفلفل. تمام، عشان السجق بيستوي بسرعه. ده فلفل حار مع فلفل عادي رومي يعني. تمام. والكبده بقى بعد ما اتشمعت هنزل عليها بالفلفل. انما السجق اول ما احطه على البصل اقلبه وانزل على طول على الفلفل على طول. ماشي. دي بقى دي كده يعني لو انت عايزه تنهي الاكل على كده، اللي هو تسيبها يعني تستوي مع الفلفل. تمام. انا بقى هزود ان انا هحط عليها طماطم. هحط على الكبده وهحط على السجق طماطم، لان يبقى انا بحب الصوص اللي هو بينزل منها ده. انما انت لو حباها كده ناشفه، حباها ناشفه، براحتك عادي. ما تحطيش طماطم، يعني الطماطم دي اختياريه. والفلفل برضو اختياري، في ناس ما بتحبش الفلفل، ممكن تحطي بصل وتسيبيها تستوي على كده. تمام. انا كده هقلبها تقليبه بسيطه، عشان خاطر السجق ما يتقطعش مني، اللي هو يعني يبقى ماسك نفسه، ما يتهريش. وهنزل بقى بالتوابل اللي انا قلت لكم عليها دي، 7 بهارات. تمام. عايزه تحطي اي توابل انت بتحبيها انت وعيالك براحتك. في برضو حاجات برضو ممكن تحطي قرفة، ممكن تحطي جنزبيل، برضو الحاجات دي اختيارية. اللي انا حطيته 7 بهارات، وفلفل اسود وكمون وملح وشطة. يعني انا ما حطيتش شطة، حطيت فلفل حار. تمام. بس كده بقى هسيب بقى الكبدة شوية بس كده، قد مثلا دقيقتين. والسجق نفس النظام. بعدها على طول اهو بصوا، بعد ده كده بعد ما سيبته دقيقتين. تمام. هنزل بقى بالطماطم. الطماطم دي اختياريه، انا مقشراها ومقطعاها لان ما بحبش القشر. فبرضو ومنشفاها برضو من ميتها، يعني الميه اللي هي كانت فيها دي انا مش منزلاها بالميه. هو كده كده السجق نزل اللي هي الزيوت اللي بتبقى فيه، الدهون لما بتسيح بتنزل زيوت. تمام. حطيت بقى الطماطم. هسيبها بقى كده تستوي مع نفسها، بس مش هطول يعني لان السجق بيستوي بسرعه. وهنا برضو بعد ما الفلفل هبط مع الكبده، هنزل برضو عليه بالطماطم. برضو الطماطم اختياريه. تمام. بس كده بقى هقلبهم في بعض، وهسيبهم يتشمعوا مع بعض كده ويستووا وياخدوا يدوا في بعض كده. وهوريكم بقى انا قبل ما اطفي على النار، هحط ليمون وخل. اوريكم المرحله الجايه. اوكي. كده بعد ما الكبده استوت معايا، يعني خلاص دخلت في استوى خالص، يعني انا خدت واحده لقيتها طريه خالص. عصرت عليها ليمون. تمام. وهحط على السجق ده باربيكيو صوص. انا كنت عايزه احط دبس رمان، بس انا ما عنديش. عندك دبس رمان حطي، ما عندكيش حطي باربيكيو صوص. ما عندكيش ده ولا ده ما تحطيش خالص. تمام. انا كده كده برضه هحط خل مع الباربيكيو صوص.
الصوص بقى بتاع الباربيكيو والخل اللي هو مع الميه دي تحفه الصراحه، تحفه تحفه يعني. ولو في دبس رمان هيبقى افضل، يعني افضل من باربيكيو صوص. كده بقى بعد ما الاكل استوى، يعني انا حطيت على الكبده ليمون، وعلى السجق باربيكيو صوص وشويه خل. كده بقى بعد ما الاكل استوى وغرفته تمام، النص كيلو من الكبده والنص كيلو من السجق بيعمل تقريبا مثلا 12 رغيف بلدي. يعني الرغيف البلدي هتعملي سندوتشات هيعمل لك قد مثلا 12 رغيف. تمام، فهي بترمي معاكي، يعني لما تحطي بصل، تحطي طماطم، تحطي بصل، وتحطي قصدي فلفل، هترمي معاكي كتير، يعني بتشبع وبتعمل سندوتشات كتير، يعني ما تستقليش الكميه. بصوا انا معلقتين ملت الرغيف، يعني بوريكم كده. انا بقى عملت يجي مثلا 12 سندوتش من السجق لوحده، يعني كل الكميه. فاعملي لاولادك في البيت حاجه انضف من الشارع. انا يعني انا جوزي بيحب اكل الشارع قوي يعني، فانا بحاول على قد ما اقدر اوصل للطعم اللي هو زي بتاع بره. وبرضه بحط خضار علشان خاطر يبقى مفيد للاولاد. تمام، انا بحط الخضار ده بسبب الاولاد يعني. اوكي، وميرسي قوي على دعمكم، وما تنسوش اللايك، واشوفكم على خير في